دلوقتي اخباره ايه؟ شيء طبيعي ان هو الحقيقه متاثر طبعا بالكم القليل جدا من السيارات المتواجده في السوق. الاسعار طبعا يعني حدث ولا حرج في الاسعار طبعا بسبب التغيرات في العمله يوميا او اسبوعيا. المبيعات طبعا قلت كتير. لا قلت كتير يعني احنا اخر شهر ده احنا قالين مرخصين، خلينا في الترخيص حتى بلاش امك. مرخصين حوالي 8000 وشويه عربيه في ديسمبر، مكان 29900 في سنه 2021. يعني نازلين رقم كبير يعني جدا، حوالي 21000 من 21000 ل 8000. نزلنا نزلنا حوالي 70%. بقيه السنه طبعا نازلين حوالي حاجه و30، لان كان عندنا 3 شهور الاولانيين كانوا يعني احنا بايعين طول السنه 172,000 عربيه، مكان 260,000 السنه اللي فاتت. 22 بايعين 122,000 172,000 مكان 260,000. ال 172 دول اصلا منهم حوالي 78,000 في اول 3 شهور او 80,000. نعم. فتم اول 3 دول اللي سندونا شويه في اول 3 شهور. فانتم متاثرين ابتداء من بعد الاعتمادات والتعويم والحاجات دي حصل التاثير ابتداء من شهر 4. نعم. فانتم النهارده في نقدر نقول في ازمه. طبعا ما فيش فيها نقاش يعني. لا هو المعارض فاضيه. نعم. زادت قد ايه الاسعار بصراحه؟ يعني زياده الدولار يعني 100%. 100% مفيش اقل من كده. الدولار كان 15 60 بقى 31 ولا 30 ولا 32 ايا كانت الحته دي يعني القيمه ده في حدود من 80 ل 100%، من 80 ل 100%. الحد الادنى 100%. طيب خلينا نروح لاستاذ احمد. كنت بتكلم على الاول ابدا من عند حضرتك سوق السيارات.